رحب بك أجمل ترحيب في إذاعة هنا المجد. 6 ألقاب، 4 ألقاب مع نادي الشرطة، لقب مع نادي الكرخ، لقب مع المنتخب الوطني خلال 3 أعوام. نجاحات تحققت فضل موهبتك وعطائك داخل المستطيل الأخضر. أولا حدثني عن سر تألقك في السنوات الأخيرة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لتواجدكم هنا، شكرا لقناتكم الموقرة. أكيد الفضل يعود الله سبحانه وتعالى، لأن المجتهد والمثابر أكيد ينال. الحمد لله والشكر. أكيد توفيق رب العالمين من جانبي، يعني أنه أشكر الله أنه أنا وقف بجانبي على قد نيتي وعلى قد طيبة قلبي. الله وفقني. أكيد شيء ما أجى من فراغ، هذا أكيد بدعاء الوالدة، بدعاء الأقرباء، بدعاء الأصدقاء، بدعاء الأشخاص القريبين علي. دعوا الكابتن مناف يوصل لهاي المرحلة. أكيد هذا إنجاز بحد ذاته، يعتبر بالنسبة لي تاريخ مشرف. أكيد يعني هذا التاريخ ما ينمحي. جدا افتخر بنفسي يعني انه حققت هيك القاب، بما انه كنت احلم بيها. يعني انا من الطفوله اكيد كنت احلم العب منتخب، العب انديه، العب هواي يعني انديه ومنتخبات. الحمد لله الله وفقني ولعبت وحققت طموحي وحققت الشيء اللي اريده. مثل ما قلت لك ما اجى من فراغ. اكيد هاي البطولات والانجازات اللي وصلتني بعد تعب وجهد، اكيد سنين وتحمل الحر والبرد وكل شيء تتحمل، لكن بالاخير اكيد الله يجازيك وتنال اللي تريده. نسال الله التوفيق بالايام الجايه، والله يشفينا يعني شر العواقب الجايه ان شاء الله يا رب. يا ستر الله يشفينا شرها، ونسال الله التوفيق لنا ولكم، والتوفيق من الله. كابتن، نتحدث عن مستقبلك عطفا على المستوى الفني اللي قدمته في السنوات الأخيرة مع المنتخب ونادي الشرطة. تلقيت عروض من أندية متقدمة سواء داخل أو خارج العراق، وهل باقي مع نادي الشرطة في هذا الموسم؟ اول شيء انا الحمد لله والشكر باقي بنادي الشرطه، لان موقع اكثر من سنه، فمستقر الحمد لله والشكر. العالم والاداره والكادر التدريبي الكل ما مقصرين وياي، فاكيد الاستقرار اهم شيء. فمستقر ويا نادي الشرطه الحمد لله والشكر. اما العروض الخارجيه اكيد بدون ذكر اسماء جايتني عروض، لكن انا اقعد تدري ويا وكيل اعمالي او ويا اهلي او ويا اقربائي او الاقرب الي، ندرس المواضيع ونشوف ياهو الاقرب والصالح الكابتن مناف واللي يفيده اكيد نتفق عليه. ولكن هسه حاليا انا ما مفكر بالاحتراف، مثل ما عرفت قلت لك انا مستقر بنادي الشرطه، ونسال الله التوفيق لنادي الشرطه والي ان شاء الله. كابتن، بعد يومين من الان المنتخب الاولمبي العراقي راح يدخل في معترك اولمبياد باريس. يوم امس تحدث الكثير عن امكانيه تواجدك، يعني بدلا عن الكابتن سعد ناطق، يعني ممكن راح تتواجد في البطوله، وما هي رسالتك الى زملائك اللاعبين في حال ما تواجدت؟ والله أنا بالعكس هم كابتن راضي. يمكن احنا سبعتنا، يمكن 7 لاعبين بالقائمة استدعانا، وحتى سوينا فيزا، فيزنا كملنا، بس وقع الاختيار على 3 لاعبين هم اخوتي، ان شاء الله ما يقصرون، وان شاء الله اللاعبين الباقين بالفريق اكيد كلهم أهل نخوة وإصرار وعزيمة، إن شاء الله يحققون شيء يليق بهم. أما بالنسبة تواجدي أنا لحد الآن ماكو شيء معلوم، فقط أنه استدعوني وسويت فيزا، لكن مثل ما قلت لك وقع الاختيار على 3 لاعبين. ايش وقت ما يحتاجوني وش وقت ما يريدون أنا أكون متواجد ويا المنتخب وبخدمة البلد إن شاء الله. كابتن، بسؤال أخير، أنت اليوم تتواجد في أكاديمية لتنمية وتطوير المواهب. محافظتنا قادرة أن تنجب نجم بقيمة كابتن مناف وكابتن حسام جد الله ورعد فنر أو بقية الأسماء المتواجدة. فعلا أكيد مثل ما تعرف محافظة صلاح الدين ولادة بالنجوم، مثل ما اللاعبين القبل يعني أمثال كابتن أحمد جاسم، محمد جاسم، وكابتن محمد خليل، وكابتن ثائر، وكابتن حمد، وكابتن أحمد سبورت، وأسماء بقية أسماء الكل أكيد ما تعذرني، فأوجه لهم التحية. أكيد هذول يعني ولادة بالنجوم مثل ما قلت لك، مدينة تكريت أكيد راحت مثل مو بس أنا كل جيل إلى
لاعبين، فاكيد ان شاء الله انا اتمنى ويعني افتخر انه يطلع واحد من محافظتنا، انه بقيمتنا وبقيمه مثلا رعد فنر والدوحي وحسام جاد الله. اكيد انا جدا افتخر بهاي الاسماء، وافتخر بنفسي انه اكون من محافظه صلاح الدين ينذكر اسمنا دائما بالدور الممتاز. مثل ما قلت لك ان شاء الله نتمنى التوفيق لكل اللاعبين ولكل الاداره ولكل الاكاديميات بصلاح الدين خاصه، ان شاء الله يتوافقون ونشوفهم باحسن حال.